كل العملاء اللي بتتابع البيج بتاعتي سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على الانستجرام، ومعظم العملاء اللي بيكلموني طبعا بيكونوا موجودين خارج مصر، فبحاول دايما ان انا اعمل زيارات للشركات اللي انا شايفها ان هي متميزه والكيرف بتاعها بيعلى في السوق كمبيعات او كمشروعات بتبتدي ان هي تطرحها في المستقبل. فطبعا كان من الشركات اللي كان لازم اجي ليها طبعا المقر بتاعها، وانقل لحضراتكم كل كبيره وصغيره شركه دبي. ومعايا مستر احمد مجدي سيلز مانجر في الشركه، هساله كل الاسئله ويا رب تتحمل بقى الاسئله بتاعتنا على راسي من فوق، وتجاوب. ومشرفنا ومنورنا. ربنا يخليك يا مستر احمد، وتجاوب للعميل على كل الاسئله، ونوضح مشروع اوبسيديار اللوكيشن بتاعه فين في الصف الاول في الداون تاون، ونوضح للعميل كل حاجه، ونشرح سابقه اعمال الشركه وايه الجديد في دبي. ويلا بينا. زي ما حضراتكم شايفين دي الخريطه بتاعت منطقه الداون تاون، ودايما بقول للعملاء عندي ان حاول تخرج من الدايره اللي خلف الابراج وتبقى موجوده على شريط الابراج على محور بن زايد الشمالي في الصف الاول. فطبعا لو حضرتك خدت بالك هتلاقي ان مشروع اوبسيديار موجود في قطعه الارض الثالثه من الميدان، فطبعا هيبقى متشاف بزاويه كويسه جدا. فعايز حضرتك يا استاذ احمد بقى ايه توضح لنا كل التفاصيل تمام الخاصه باوبسيديار. طيب نتكلم سريعا عن شركه دبي. احنا شركه دبي كيان موجود في السوق العقاري من سنه 97، بيمثلها رئيس مجلس الاداره المهندس عبد الفتاح المر، وهو مهندس متخصص في تخطيط الاراضي. ده هنلاقيه واضح جدا في تميز مشروعات شركه دبي. شركه دبي من الشركات القليله جدا اللي كان ليها فكره مختلفه شويه في دخول العاصمه الاداريه، ان هي لما دخلت امتلكت محفظه اراضي في التجاري والاداري والسكني، وبدات في اول مشروعاتها بالانشاءات. يعني احنا بدانا اول مشروع لينا ان احنا ما بداناش بيع، احنا دخلنا كابيتال دبي كابيتال دبي، دخلنا اشترينا الارض كاش، بنينا لغايه ما وصلنا 60% وبعد كده بدانا نطرح للبيع. النهارده عندي بيبتدي العميل يحس ان ايه ان في مصداقيه وعارف الرولز بتاعت العاصمه الاداريه. دخلت احتكيت برولز وشركه العاصمه الاداريه، فبقى عندي الرولز بتاعت المنطقه اللي احنا دخلنا فيها نفسها. تمام. تاني مشروع لينا مشروع اوبسيديار تاور في الصف الاول في شركه الابراج السياحيه، وانا بشوف ده من اهم واميز مناطق العاصمه الاداريه. يعني لو اتكلمنا عن منطقه الداون تاون، ليه احنا بنتكلم على منطقه ما لهاش تكرار في العاصمه الاداريه، ففي عامل ندره. صف اول ابراج سياحيه في كلمه سياحه، يعني معنى كده ان انا موجود 24 ساعه سياحه، يعني في ترافيك موجود معايا، مش شرط ان انا هاجي في توقيت معين وهلاقي الدنيا ما فيهاش حركه في المكان. لان كونسبت الابراج، كونسبت الابراج حضراتكم هي حاجه جديده في مصر. زي ما حضراتكم ما شفتوا منطقه العلمين ما كانتش بنفس الشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي. دي حقيقة. اول ما اتوجدت الابراج وبقت قائمه البنيه التحتيه اتغيرت، الاسعار اللي في المنطقه اتغيرت. دي حقيقة. فدايما بحاول اخلي العميل يبقى موجود في الايه في الابراج يا استاذ احمد، بحيث ان هو ايه يبقى في المستقبل ما يقولش يا ريتني كنت يعني في الاول وبعدت عن ال 250 مشروع او ال 300 مشروع اللي شبه بعض الارضي و12 دور. فبحاول دايما ان انا اخرج العميل من الدايره دي اطلعه قدام. فطبعا كان اي استثمار ناجح في الدنيا بيعتمد على المين رود. انت فين من طرق المحاور الرئيسيه. محدش عنده محل او مكتب على ال90 مش عارف ياجره. لا طبعا. محدش عنده محل في عباس العقاد او مكتب. المين رود الطرق الرئيسيه، انت فين من الطرق المحاور الرئيسيه. احنا هنا بنتكلم ان احنا على محور بن زايد الشمالي دايركت فيو، بن زايد نهر اخضر. الدنيا كلها هتسمع عن العاصمه الاداريه بن زايد شمالي بن زايد جنوبي نهر اخضر. صح. انت عليهم، فانت على المين رود الرئيسي، فانت بالتالي اللوكيشن اميز لوكيشن في صف اول ابراج سياحيه انت موجود عليه. طب هات لنا بقى شكل المشروع. يلا بينا. احنا بنتكلم في مشروع اوبسيديار تاور. احنا الميزه في مشروع اوبسيديار تاور ان احنا على محور البن زايد الشمالي، مش بس كده، لا ده احنا على محور غربي الداون تاون اللي داخل واللي خارج معدي من عندي، وعلى محور الابراج اللي بيفصل بين صف اول وصف تاني. فالفكره هنا في قطعه تميز اللوكيشن بتاع قطعه الارض ان انت عندك 3 جيت، انت جاي من انهي محور فيهم، سهوله الدخول للمشروع. ممكن تجيب لي وسهوله التشغيل. هات لي الصوره الثانيه اللي متوضح للعميل اللي بيشوفنا دلوقتي اللي هي دي. ايوه اعمل بقى زوم كده زي ما حضراتكم ما شايفين كده بالظبط. ده محور بن زايد الشمالي نهر الاخضر. عندي شارع هنا عرضه كام بالظبط؟ بالظبط 40 متر. وعندي شارع كمان هنا، وعندي الفاصل ما بينك وما بين المشروع اللي جنبك قد ايه؟ 35 متر ممشى سياحي. طب جميل قوي. ممكن بقى تشرح الكونسبت بتاعه الابراج الثلاثه؟ تمام. احنا مشروعنا على مساحه ارض 13500 متر، عباره عن بوديوم تجاري ارضي اول تاني، كله تجاري. وبعد كده بيتقسم المشروع عندي ل 3 تاورز، ايست ويست، والمشروع الجزء اللي احنا بنلونش فيه دلوقتي اسباير.
اوكي، ده اللي فيه الاسعار الافتتاحيه بالظبط كده. احنا عاملين اوفر كده على 100 وحده، تمام، فيها اكسبشن في البيمنت بلان واسعار مميزه جدا في صف اول ابراج سياحيه. وزي ما حضرتك عارف ان اي استثمار ناجح في الدنيا بيعتمد انت بتاخد احسن سعر واحسن بيمنت بلان واحسن لوكيشن اللوكيشن ومشروع. بيحكي عن نفسه. صف اول ابراج سياحيه خلاص. اصل انا لو جيت في موضوع سعر المتر، انا عندي اسعار متر ب 25000 جنيه، صح، فانا اخر حاجه ببص عليها سعر المتر. صح، ولكن انا بحاول اخرج العميل من ورا اخليه قدام. صح، بس ده اللي بيخليني طبعا عشان أنا هو يبقى بتلاقيني استثمار. دايما انا ما بشتغلش غير على الحاجات المميزه، وعشان استثماره يبقى ناجح، تمام، ادينا وعشان بقى يحافظ على قيمه الفلوس اللي هو بيدفعها كمان. احنا بنتكلم على مشروع ارضي 25 دور، طبعا بيتقسم مشروع 3 ابراج، بنبدا من الدور الثالث لغايه الدور 25 مكاتب اداريه. هو التاور ده حجم المبيعات فيه قد ايه؟ خلاص احنا وصلنا ل 80% فيه. فاحنا دلوقتي شغالين احنا في ده، في سباير بالظبط، في الجزء اللي في النص احنا شغالين فيه. طيب تمام؟ انا عايز الفلور او بلان، التاور اللي في النص. انا عايز الفلور بلان أوكي. تبقى موجوده على الشاشه. احنا عندنا تقسيمه الثلاث ابراج، عندنا ده تاور ايست اللي احنا فتحنا فيه وصلنا المبيعات 80%. دلوقتي احنا شغالين في ده، بنلونش في سباير اللي هو سباير تدفق البركان اللي جاي من نابع من اسمه اوبسيديان نفسه، تمام. ده التاور اللي في النص عندنا، ده اللي احنا بنلونش فيه دلوقتي. طبعا الاستشاري الهندسي بتاع المشروع مهندس محمد طلعت. مهندس محمد طلعت من اكبر الاستشاريين الهندسيين، وكان موفق جدا في اوبسيديان. حتى هو لما فكر يعمل هو عامل حاجات كتير داخل العاصمه بالظبط. وهنا كمان لما اخرهم المشروع بتاع بيراميدز، دي حقيقه. وهو هنا لما جه عمل مشروع كان عبقري جدا ان هم قسمهم على 3 ابراج. ليه؟ لان هو عمل لك هنا مكاتب اداريه قابله للتشغيل كمان، لما يبقى الدور فيه عدد مكاتب قليل، غير زاويه الرؤيه 80% بفيو بين زايد نهر اخضر، فانت زودت قيمه ان المكاتب كلها بقت عندك مميزه واكثر تميزا. الجزء اللي خاص بالاسانسيرات والسلالم، الجزء الخلفي ما بقاش عندك مكتب مش حلو، تمام. جميل. الغير كده ان هم قابلين للضم كلهم. وفي نقطه تانية كمان، ان انا عملت لك باث روم، حمامات جوه المكاتب وبره لبعض المكاتب، العملاء اللي عايزه حمامات، اللي عايزه حمامات. لكن اللي مش عايزه عايز المساحه كلها، انا كده موفر اصلا في الفلور بلان نفسها. في كام اسانسير؟ احنا عندنا 3 اسانسيرات على مسطح دور بيتراوح من 500 متر، بيوصل لاجزاء لغايه 650 700 وبيرجع يقفل تاني. ده عدد فانا ما عنديش كويس كثافه، ما عنديش ده عدد مسطح الدور كويس. صغير، تمام. ماشي. فبالتالي انت عندك حموله اسانسيرات تكفي. في الدور في كام حمام؟ كل دور انت هتلاقي مجموعه حمامات خارجيه، ده غير الحمامات ميل الموجوده بالظبط كده، غير الحمامات الموجوده جوه المكاتب نفسها. بالنسبه بقى للالكترو ميكانيك والسيستم فاير والحاجات اللي هي بتنجح اي مشروع، دي حقيقه. طب ممكن موجود. اعرف ايه اللي شركه دبي عاملاه في طيب. التاور بتاعها في الجزئيات ديت؟ شركة دبي باختصار في الجزء الخاص بنظام الانتي فاير، بسلالم الهروب، بالكلام ده كله، مهندس محمد طلعت هو الناس اللي بتحط كود الهندسه. جميل. فهو مراعي جدا في الجزئيه دي كل حاجه. ولكن احنا دي جزئيه موجوده في كل الشركات، دي اشتراطات لازم تبقى موجوده. ايه الجزئيه اللي عندنا زياده؟ دي المفاجاه اللي احنا هنعلن عنها كمان يومين. احنا عندنا شويه حاجات زياده في تكنولوجي بنقدمها للمشروع بتاعنا في شبكات الاتصالات. ما ينفعش يبقى انا في مشروع اداري ابقى الشبكات عندي ضعيفه والانترنت وال5 جي، انا بتخاطب مع شركات انترناشونال. ففي شويه حاجات حلوه هنسمع عنها الفتره اللي جايه مع بعض كمان. طيب المساحات، الاسعار، انظمه السداد، تمام. وايه اللي يخلي العميل يشتري في دبي اوكي. بالمنافسه مع المشروعات اللي جنبك على نفس الصف؟ احنا كلنا على اسفلت واحد، كلنا على طريق واحد، كلنا مميزين، تمام. بس الفرصه فين؟ اول فرصه دايما اللي بياخد احسن سعر واحسن نظام مالي واحسن فترات سداد ده اللي بيكسب. لان احنا في الاخر هنأجر بيمه واحده، نزيد 10% نقل 10% بناء على اداره التشغيل والكواليتي بتاع المشروع بتاعتك، اوكي. ولكن اللي خد احسن سعر واقل بيمنت بلان أكيد هو وقسط اللي على كسب. فتره. احنا الفتره اللي فاتت عملنا اناليسيز للسوق كده، حبينا نعرف ايه المساحات المطلوبه، تمام. فلما جينا طلعنا بسباير احنا وفرنا المساحات المطلوبه والمساحات التشغيليه. فبدانا بمساحات عندنا بتستارت من 40 متر ابتداء من الدور الرابع عندنا واحنا طالعين. طبعا الحمد لله دلوقتي احنا وصلنا لغايه الدور 12. جميل. الحمد لله، تمام. فعندك مساحات كلها، احنا الزاويه دي والزاويه دي والزاويه دي كده فيو بن زايد نهر اخضر، تمام. يعني هنا هيشوف بن زايد النهر الاخضر والميدان، وهنا هيشوف النهر الاخضر والبلازا بتاعت المشروع، وهنا برضه هيشوف النهر وهنا الأخضر. هيشوف نهر اخضر، وهنا بيبص على التاور اللي جنبه بتاعي، وهنا هيبص على التاور بتاعي. المسافه ما بين كل تاور والتاني كام؟ بنتكلم في حدود 15 متر المسافه بين كل تاور والتاني. هنا نهر اخضر بالظبط كده، وهنا نهر اخضر وهنا نهر اخضر. هنا بقى كل المكاتب هنا بنبص على اللي هو المحور الابراج اللي هو بيفصل بين صف اول وصف كله. طيب تمام. هنا الحتة دي. بنبص على مسجد مصر والداون تاون، تمام. طب فانت جميل. كده بقى عندك زاويه رؤيه 80%. عرض الكوريدور ايه ما احنا بين بنتكلم في المكاتب؟ 6 متر عرض الكوريدور. طيب تمام. هنا، طيب هنا وفي نقط فيها 4 متر. اتفضل. يعني هنا عرض الكوريدور ايه في الحتت الضيقه؟ هتلاقيه 3 متر 3 ونص.
3 ونص بالظبط كده. 6 يعني متر 4 مش متر أقل من 3. لا مش اقل من 3. طب دي حاجه كويسه جدا. طيب اتفضل. قول لي بقى سعر المتر احنا عندنا والاسعار بتبتدي ايه من طيب. كام؟ احنا عندنا الفتره اللي احنا بنلونش فيها، فاحنا عندنا اسعار بتبدا من 52 لغايه 75. طبعا بيفرق على حسب كل ما بنطلع دور بيختلف السعر، وبتختلف طبعا على حسب المساحه. بس الميزه النهارده ان انت الطبيعي عندك في طرق السداد ان انت بتديني 10% مقدم متقسط على 7 سنين، 15% على 8 سنين، 20% على 9 سنين. ده الطبيعي، البيمنت بلان طبيعيه. الميزه النهارده عندك ان انت بتقدر تقسط معايا ب 10% مقدم على 10 سنين. Equal؟ لا، في دفعه 10% بتجزأها لي على اول 4 سنين، او يعني اول 4 سنين لحد الاستلام انت 10% متسيحه الاقساط. جميل قوي. تمام. ودي مفيده للعميل ان هو قسطه بيقل بعد الاستلام، فقرب من يقدر ان هو بالظبط كده يشتري هنا. النقطه الثانيه ان هو واخد مني خصم 10%. طب لو اداني 15% هديله 11 سنه وهيديني دفعه 15% لغايه الاستلام. لو اداني 20% هياخد خصم ال 10% وهيديني دفعه 20% لغايه الاستلام، وهيقسط على 12 سنه. طيب طبعا 12 نخلينا سنه في صف اول ابراج سياحيه حلو قوي. في فرصه حلوه. على 7 سنين و8 سنين هياخد خصم قد ايه؟ 15%. ويدفع كام المقدم؟ هيدفع مقدم ابتداء من 15% او 10% لغايه 7 سنين هياخد 15% خصم. ولو ايكوال الاقساط كلها 16% هياخد 8 سنين. اسعار المكاتب عندك من اول كام؟ قبل الخصم؟ قبل الخصم احنا لا، في حاجات بتوصل يعني على خصم 2 مليون 500 مثلا. يعني من كده. اول 2 من اول مليون 500 واحنا طالعين بقى. واحنا طالعين بقى بالظبط. لحد زي ما هو عايز. يعني نوصل ل 4 مليون و5 مليون و6 مليون. في ناس تاخد مكتبين جنب بعض، يعني في عملاء بتفضل تاخد مكتبين جنب بعض، في عملاء بتفضل المكاتب اللي هي مثلا بتتكلم مثلا في 66 و70 و78. كل ده متاح معانا. يعني احنا معانا مكاتب بتوصل ل 120. طيب مين الشركه اللي هتبني المشروع؟ الشركه اللي هتبني المشروع شركه ديتاك. ماشي، ده شكل الطور. احنا ما بالظبط. اتكلمناش على التجاري. تمام. الارض الواجهه سعره كام؟ الارض الواجهه احنا بنتكلم ان احنا زي ما انت شفت هو تميز قطعه الارض ان انت عندك محلات تجاريه على 3 محاور. تمام. فبالتالي انت عندك محلات ليها او الدور فالنهارده في 3 محاور، فانت متشاف من كل مكان. بتتكلم في سعر متر تجاري احنا بنستارت من 200,000 لغايه 260,000. تمام. الواجهه بكام؟ الواجهه على حسب، ما هو في حاجات معاها اول دور وحاجات معاهاش اول دور. فانت اول سعر يعني احنا مثلاً بنتكلم ستارت مثلا بنتكلم في 18 مليون واحنا طالعين. يعني بنتكلم في حدود 18 مليون واحنا طالعين، ده قبل الخصم طبعا على حسب المحل. اسعار المحل الارض الواجهه من 18 مليون واحنا طالعين. بالظبط. لان انت عندك مساحات 72 متر 75 متر في مساحات. انت ما عندكش مساحات اقل من 72. صعب ان انت تعمل محلات على الواجهه ليها اول دور في دور ارضي مساحات صغيره. صح. لازم تبقى مساحات كبيره. فبالتالي انت عندك اقل مساحه بتقابلك 75 متر معاها اول دور 50 متر. ده اقل مساحه. دي اقل مساحه. دي اقل مساحه. فانت اول سعر في الكوميرشال عندك من 200,000 ل 250,000 سعر المتر. من 200 ل 250. طيب. تمام. واول يفرق طبعا النظام المتر. من اول 18 مليون. من اول 18 مليون. طيب بالنسبه للطبي؟ الطبي عندنا دلوقتي وحدات بتبدا من 59 متر، بنتكلم في سعر بيبدا من 3.5 3,600 بالظبط. 3 مليون و600 واحنا طالعين. وعلى فكره هنا الطبي في ميزه عندي ان انا عامل الثالث معمل اشعه، الرابع معمل تحاليل، خامس سادس سابع عيادات طبيه، فهم 30 عياده في نفس التاور هنا. لا في تاور ايست اللي هو قبله على طول. تمام. لكن هنا كله اداري. وفي ميزه كمان عاوز اتكلم فيها مهمه جدا ان هو الطبي موجود هنا يا استاذ احمد ولا هنا؟ لا في تاور ايست، التاور اللي احنا فتحناه قبل كده اللي فيه معمل تحاليل وفي مركز هي سيركل طبيه سريعه لشريط ابراج سياحيه. انت في السياحه فلازم يبقى عندك خدمات طبيه سريعه. ده جميل قوي. تمام. ما هي كمان الفكره حاجه، المشروع ده مشروع مدروس جدا كمان ان انا عامل الدور العاشر كله ميتنج رومز. بمعنى ايه؟ يعني قاعه اجتماعات، قاعه مؤتمرات. انا يقدر الشركه تستغلها في اي الشركه كان ممكن تبيع الدور ده بالكامل مكلفها فوق ال 60 مليون، ولكن هي نزلت عنه لان هي فكرها تشغيل. حضرتك شركه انترناشونال موجوده معايا في المشروع، فحابب تعمل مؤتمر، حابب تعمل ندوه، عندك الدور العاشر تقدر تستغله. وده ما هيبقى موجود في كل تاور؟ لغايه دلوقتي اعتقد ان هو هيبقى موجود في كل دور، بس في الاسباير لسه ما تحددش ان دور هيبقى فيه ميتنج رومز. طب في حاجه غير الفاسيلتيز الخاصه بالميتنج روم ان هو يبقى دور شركه كامل؟ الانشاءات. احنا عندنا شركه الانشاءات، شركه ديتاك، وشركه الديتاك من اكبر شركات المقاولات اللي موجوده في مصر، وعامله تاور السلام في اسكندريه عندنا على الكورنيش. وكان يهمني ان انا اتعاقد مع شركه انشاءات عندها المعدات اللي تبني بيها تاورز جوه مصر. طب بالنسبه للاوراق؟ الاوراق احنا النهارده في صف اول ابراج سياحيه. طبعا اختار التخصيص محضر استلام الارض ده كله خلصان. تمام. احنا عملنا جسات ماشيين في رخصه الانشاءات. تمام. ورخصه الحفر طبعا. بس شركه دبي عندها فيجن شويه ان هي حابه تحفر وتطلع.
يعني انا مش عاوز احفر واخد الاستبات بتاعتي ببطء تمام. شويه، انا عاوز على طول اطلع، لان انا متعاقد مع شركه مقاولات. يعني شركه الانشاءات موجوده، هي مستنيه رخصه، تستلم الرخصه تطلع. واعتقد ان الكلام ده يعني رخصه حفر الشهر الجاي ان شاء الله، الشهر الجاي باذن الله. ويعني في خلال السنه اللي جايه المفروض ان انتوا هتكونوا شغالين في بدانا الإنشاء. احنا تسليم المشروع بتاعنا 30/4/26 وده متحدد تمام. فانا معايا 3 سنين ونص، ففتره كافيه ان انا اقدر اطلع ارض 25 دور. العقد بتاعك ممتاز ممتاز ممتاز، متوازن. متوازن وسلس جدا وبسيط عشان انا جداً. في مشاكل كتير بتقابلنا انا في واضح الحتة دي. وصريح. بتقابلنا في حته عقد. عقد دبي الميزه فيه ان هو بيخاطب عميل بيدفع فلوس، بيخاطب لازم العميل. يحس ان هو في ايه يعني حقيقة. يعني في امان. ما بقاش انا مثلا بدفع 4 مليون 5 مليون 20 مليون وابقى حاسس ان انا مش متامن في العقد اللي ماضيه مع المطور. صح. انا حبيت ان انا انقل لحضراتكم كل التفاصيل الخاصه باوبسيديار تاور على محور بن زايد الشمالي على النهر الاخضر. زي ما حضراتكم شايفين هو عباره عن 3 تاور ارضي و25 دور. اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر عن المساحات يعني الاسعار يقدر يكلمني على رقمي اسفل الفيديو. ودايما اعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي وتابع كل الجديد. ومش شرط ان كل مشروع انا بقدمه لحضراتكم تبقى انت مثلا هتشتري فيه، لا انت من حقك انك تعرف كل مشروع ومن حقك انك تقارن ما بين مشروع واثنين وثلاثة. ودايما اختار الافضل ليك وما تركزش دايما على سعر المتر بس. مش كل حاجة عندنا سعر المتر، عندي مطور ولوكيشن وفيجن للمطور. هو في مطور بيبقى عايز يبيع وخلاص، الغالي وفي مطور عايز يعمل مشروع واثنين وثلاثة بس ما يبدأش في الثالث غير لما يكون مخلص التاني. دي حقيقه. لان انا دلوقتي بقيت بشوف في العاصمه ان في شركه ممكن يكون عندها 5 اراضي وهو ما حطش طوبه في اي مشروع فيهم. ودي بالنسبه لي بتمثل لي خطوره شويه، ان انا ببقى خايف يعني ايه اجازف مع صح. العميل. صح. بس لا النهارده احنا هنشرفك جدا. شركه دبي كان يخليك. عندها رؤيه كويسه ان انت عندك ثابت اعمال في الانشاءات جوه العاصمه الاداريه. ده وده اللي خلاني ان انا كان عندها ليها رؤيه ان هي النهارده ليها ثابت اعمال وليها عباءه ماليه قويه. ولما خلصناها دخلنا في تاني مشروع لينا. الف شكر جدا ليك حبيبي. ودايما عند حسن ظنكم ان شاء الله. شكرا.